أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم سايب أثر. في حاجات بتوجع وبتفضل جوانا سنين، مش عشان مش عارفين ننسى، لكن عشان محدش صدق، محدش سمع، محدش حمى. التحرش مش بيختار سن، ومش لازم يكون في الشارع، أوقات بيكون جوا البيت أو من حد احنا بنثق فيه جدا. وأكتر وجع لما تقول إنك اتأذيت والرد يبقى متكبرش الموضوع. النهاردة هنتكلم عن وجع ساكن في ناس كتير، ما تشافش بس ساب أثر كبير. آدم كان عنده 8 سنين، طفل بريء بيحب اللعب والرسم. كان دايما بيروح عند قريبهم اللي أكبر منه ب10 سنين، وكان بيقوله تعالى نلعب لعبة السر، وكان بيهدده لو قال لمامته أو باباه. آدم حس إن في حاجة غلط، بس كان صغير، ولما حاول يقول لمامته قالت له ما تقولش كده تاني، عيب، أكيد أنت فهمت غلط، وسكت. ومن يومها ما تكلمش تاني، بس جواه كبر الخوف والذنب وكره نفسه. بقى شاب بس جواه طفل موجوع ما تصدقش فاتكسر. التحرش في الصغر بيسيب جرح نفسي كبير. اللي بيتعرض له ممكن ما يحس انه هو اللي غلطان، او انه يستحق اللي حصل له. مش بس الأذى الجسدي، الألم الحقيقي في الإهمال، في ان صوته ما تسمعش. لما طفل يطلب الحماية وما يلاقيهاش، ده بيأثر على ثقته في نفسه وفي جسمه وفي الناس، وبيفضل طول عمره شايل السر ده لوحده. لو حصل لك أذى وانت صغير وسكت، لو حاولت تحكي ومحدش صدقك، أكيد ده وجع كبير ما بيتنسيش وما بيتداويش بكلمة. بس الحقيقة إنك مش لوحدك، وفي ناس كتير زيك لسه شايلين جواهم خوف وألم وسكوت مفروض عليهم. بس السكوت مش ضعف، ده كان أمانك الوحيد وقتها. والنهاردة من حقك تتكلم، من حقك تطلب دعم، من حقك تصدق إن اللي حصل مش ذنبك. جوه كل واحد فينا طفل صغير محتاج حضن وأمان، مش تهديد وسكوت. لو محدش حماك زمان، انت دلوقتي تقدر تحمي نفسك وتبدأ تتعافى. انت مش مكسور، انت ناجي. سؤال حلقتنا النهاردة: هل في لحظة حاولت تقول فيها انك اتأذيت ومحدش صدقك؟ ابعت لنا حكايتك في رسالة أو اكتب لنا في التعليقات، عشان يمكن لما تحكي غيرك يلاقي شجاعته. كنت معكم أنا بسمة في سايب أثر، البرنامج اللي بيحاول يطبطب على كل الجروح اللي ساكنة جوانا من سنين. سايب أثر قريب لقلبك. أشوفكم الحلقة الجاية.